احنا بنتعامل مع كل البيوت ان هي بيوتنا احنا، ما عندناش اسطمبة وبنكررها، والديزاين اللي عملناه في بيت ما بنكرروش في بيت تاني. دايما البيوت بتاعتنا بنسميها البيبيز بتاعتنا او البيبي بتاعنا. البيبي بتاعي النهارده شقه 175 متر، كان فيها مشكله طبعا ان احنا مستلمينها تشطيب شركه. قدرنا ان احنا نخلق مساحات تخزين في الاماكن، وقدرنا ان احنا نشتغل ان احنا نعمل ستورج. وظفنا المطبخ بشكل كويس قوي، فرغنا في الحيطان وقعدنا تقسيم المعماري من اول وجديد في اماكن معينه عشان نخلق زي ما قلنا اماكن ستورج. من ضمن التشالنجز اللي بتبقى موجوده في الديزاين هي ان انت يبقى عندك طرقه طويله بيبقى فيها ابواب كلها نفس الشكل، فده بيخلق رتم. الرتم ده احيانا بيخلق ملل. كسرنا الرتم بتاع الطرقه دي ان احنا عملنا باب مخفي، مجرد ما بيتقفل فهو بقى قطعه من الديكور الحائطي، وطبعا لما بيتفتح بيدخلك اكسس على المطبخ. كان دايما عندنا مشكله ان انا لما بقعد في البلكونه بسمع ضوضاء رهيبه، خاصه لما ببقى على شارع رئيسي. هنا خلقنا حل عبقري، ان احنا استخدمنا الازاز السيكوريت الفولدنج اللي هو بيتلم يمين وشمال، ولما بيتقفل بيديلك السبيس والمساحه اللي انت شايفها، بس مش متاثر بالجو بره ولا انت متاثر بالضوضاء. متر 70 2 متر 80. ايه ال 2 متر 70 و 2 متر 80؟ ده ارتفاع الاسقف حضرتك. ايا كان بقى ارتفاع السقف عندك ايه ما تقلقش، لان انت خلاص بقى في النهارده الستريتش سيلينج بيحل لك الازمه دي، وبيدي لك دايما الاحساس بان السقف بتاعك عالي. انا دايما بفضل ان انا اربع المساحات بتاعتي ببارتيشن. البارتيشن اللي بيتعمل ده بيكون موجود عشان يعمل لك بوردرز او حدود للفراغات بتاعتك، فتقدر ان انت تفرش البيت بتاعك كويس، وتقدر ان انت تستخدم البارتيشن ده كدبل سايد قدامه ومن وراه، وفي نفس الوقت بتحقق جزء من البرايفسي حتى لو كان نظري، لان البارتيشن بيوسع وبيقسم لك الفراغ وبينظم لك البيت بتاعك. احلى حاجه كمان في الرخام ان انا قدرت ان انا اوظف فيه فاير بليس او دفايه، بحيث انا وانا قاعد في الليفنج بتفرج على التلفزيون قاعد متدفي في الشتاء ما عنديش اي ازمه خالص. بعد رحله طويله جدا من تشطيب البيت وتجهيزه وبنود كتيره جدا وتفاصيل كتيره جدا، بتيجي لحظه الفينش. لحظه الفينش دي لو ما اتعملتش مدروسه ومظبوطه صح، كل اللي فات ده باظ. فبالتالي احنا النهارده بنختار بيسز فرنتشر او قطع فرنتشر بتبقى صغيره، والديزاين بتاعها هيكون مختلف. الالوان بتاعتها لازم تكون بترد على بعضها. الاضاءه مش بس سبوتات بنوزعها وبنوزع ماجنتيك لايت هنا ونحط ده هنا، لا ده لازم يبقى مدروس كويس جدا، لان انواع الاضاءه كتيره ومختلفه. بنعرف في كل اضاءه بنستخدمها امتى، وبنحط وبنوزع الفيتشرز دي على اساس استخدامات كل فراغ، وده اللي بيفرق في الكواليتي بتاع البيت وفي الكواليتي بتاعت الحياه نفسها اللي انت بتعيشها. كل بيت ليه شخصيته وليه الكاركترز بتاعته، واصحابه بيبقى ليهم طلبات وليهم روح، وكل بيت بيبقى مختلف عن التاني بس بالتيست وبالروح بتاع الديزاينر. عشان كده البيوت التانية الجديدة اللي هنشوفها برضو مع بعض هنسميها كلها البيوت بتاعتنا، لان هو ده البيبي بتاعنا، وهي دي التجربة المختلفة اللي احنا هنعيشها دايما.